عمرك وقفت في القداس وشميت ريحة البخور اللي مالية المكان وسألت نفسك ليه بيكون في بخور في الكنيسة؟ هل هو مجرد ريحة حلوة ولا في وراه سر أعمق؟ البخور ده مش منظر، ده رمز. زي ما الدخان بيطلع لفوق كده كمان صلواتنا بتطلع لربنا. المزمور بيقول لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، يعني كل مرة البخور يعلى افتكر ان صلاتك بتوصل للسماء. ولما ابونا يبخر ناحية الناس كأنه بيقول لنا يا جماعة انتوا هيكل ربنا وروح الله ساكن فيكم. فالبخور مش بيقدس المكان بس، ده بيقدسنا احنا كمان. النار اللي في المجمرة بترمز للروح القدس، والبخور نفسه بيرمز للصلاة الطاهرة، والمبخرة كلها بترمز للعذراء مريم اللي شالت في بطنها نار اللاهوت من غير ما تتحرق. ولما ريحة البخور تملى المكان فكر نفسك، هل حياتي ليها نفس الريحة؟ هل صلاتي بتصعد زي الدخان ده؟ ولا أنا واقف جسد من غير نفس؟ البخور مش مجرد دخان، ده صوت الكنيسة وهي بتتنفس صلاة. ريحته بتفكرنا إن في السماء في صلالات وقداسة بتصعد كل لحظة قدام عرش ربنا.